يا صباح الفل، يا صباح النشاط، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني كتير كتير كتير. آه بقالي فتره ما وقفتش قدام الكاميرا ولا صورت، تقريبا بقالي شهر ونص بسبب الظروف اللي انا مريت بيها. طبعا اللي متابعني عارف. ولكن رجعت البيت الحمد لله. بيتي كان وحشني جدا، وانتوا كمان وحشتوني كتير قوي قوي. فقلت النهارده بقى ايه، اعمل معاكم روتين كده من اول اليوم. انا بايته امبارح في البيت، يعني في شقتي. فقمت النهارده بقى ايه، كلي طاقه ونشاط كده. حطي بقى لايك للفيديو لو انت جديده معايا، اكتبي لي كومنت كده قمر علشان ارحب بيكي. اول حاجه يا بنات، ايه، الاوضه بتاعتي فتحت الشباك بقى كده، والشمس كانت حلوه النهارده. فيلا بينا ايه، نبدأ الروتين. وهنعمل غدا مع بعض سهل جدا وبسيط. بصوا، هيتعمل بجد مفيش نص ساعة هتبقي مخلصة الأكل ده. الغدا ده أصلا أنا لما بتزنق بصراحة بعمله، عشان ده أكتر حاجة ممكن تعمليها، بتبقى سهلة جدا وبسيطة، ما بتاخدش معاكي وقت. هنا يا بنات هغير الفرش بتاع السرير، وهفرش الدفايه. تمام، الجو سقع بقى بصراحه، وانا فرشت الدفايات في الغرف بتاعه الولاد، ولكن الغرفه بتاعتي ما كنتش فرشت الدفايه. فهنفرشها. وعملت الكفر بتاع اللحاف ده، لبسته في اللحاف. بس نفضت السرير كده. انا عايزه اقول لكم اني اصلا يعني كان كل اسبوع برجع شقتي، كنت بنضفها كده على السريع، وبيبقى كله جري في جري. فهي مش متبهدله قوي، لاني انا كنت باجي تقريبا كده مره في الاسبوع. كنت باجي اظبط حاجات في البيت. خلاص. بس فالمهم بقى يا بنات ايه، هفرش الدفايه كده على السرير. ومش هلمع بقى خشب ولا اي حاجه، ولا همسح ارض. عندي الشقه نظيفه. وعلى فكره، آم، المطبخ برضو كنت عامله له تنظيف عميق. كنت جايبه صديقتي يعني اللي بتساعدني، وعملت المطبخ تنظيف عميق من جوه ومن بره وكل حاجه. ولكن انا ما صورتش بصراحه، لاني اليوم ده برضو جيت الصبح علشان هي كانت جايه يعني تساعدني وكده. فجيت شقتي الصبح، فكان كله جري في جري. انتوا عارفين التصوير بياخد معايا وقت، وما كانش ينفع ان انا اصور، لاني كنت عايزه انجز بسرعه عشان ارجع لماما تاني. تمام. بس يا بنات، المهم بقى ايه، زي ما انتوا شايفين كده، السرير فرشت اللحاف، عملت الكفر بتاعه، ومسحت الكومودينو. وهنا يا بنات ظبطت كده شويه حاجات على التسريحه مش في مكانها. ابتديت احط كل حاجه كده في مكانها. ما تسرحيش مع الفيديو، اكتبي لي كومنت وحطي لي لايك. و بس فالمهم بقى ايه، هظبط كده الحاجات اللي هي مش في مكانها. ومش هشيل المفرش ولا اي حاجة، كل حاجة زي الفل. ولكن يعني ايه، عايزة شوية ترتيب كده. هتني المفرش كده بس، وهمسح الازاز. مش هشيله ولا اي حاجة. هحط الملمع كده، وهلمع بفوطة ناشفة. بس كده يا بنات، عندي الخشب ما كانش محتاج ان هو يتمسح. انا اليوم اللي اتعمل فيه المطبخ التنظيف العميق ده، انا لفيت على الشقة كلها، ونضفتها كده ايه على السريع، ولمعت وكده. فعندي الشقه مش متبهدله قوي، يعني لدرجه ان انا اشيل بقى وسايق والكلام ده لا خالص. بصراحه ما عنديش مجهود كمان، وما عنديش طاقه. بس مش معنى كده ان انا اسيب الشقه خالص ما اعملهاش، لا. لو انتي مش قادره تشيلي وتسيقي وكلام من ده، تقدري تعملي كده من على الوش برضه، هيديكي ايحاء ان البيت نضيف وزي الفل. هيفرق جدا في نفسيتك. شفطت الارض بقى يا بنات بالمكنسة. وبعد كده هبخر الغرفة بتاعتي. عملت الفحم ده اللي هو السريع، وجبت البخور. وهبخر الغرفة بتاعتي. طبعا مهم جدا ان الشباك يكون مفتوح وانت بتبخري، يعني ما تقفليش بقى وتقولي هبخر عشان الريحة تفضل موجودة في الأوضة. لا، مش حلو خالص. الأفضل اللي انت تكوني فاتحة الشباك. بس يا بنات، وهبتدي ابخر بقى السرير والغرفة يعني وكده. وقربي بقى من الستارة كده، علشان ريحة البخور تثبت في الغرفة. مش شرط اللي انتي تقفلي الشباك. بصوا، انا هو فاتحة بس عاملة السلك، يعني ما بحبش افتح السلك عشان ما فيش اي حشرة تخش لي من الشباك. هسيب البخور كده شوية في الغرفة. وبعد كده دخلت كده على الحمام. طبعا الفرش اللي انا شلته هبتدي احطه بقى في الغسالة، واعمل دورة غسيل. عايزة اقول لكم ان الغسالة الاوتوماتيك ال جي بتاعتي
وقف التاني للأسف، يعني بجد عارفين ما بلحقش والله العظيم، بالتبادل، واحدة تبوظ أصلح التانية ألاقي التانية باظت، وهكذا. يلا الحمد لله. بس المهم انا بقى ايه بشتغل على الغسالة دي، ولكن برضو ايه ما بحبش اضغط عليها علشان بخاف تبوظ مني، واحنا ما شاء الله عايزة اقول لكم الغسيل بيبقى كتير جدا، ولكن ربنا يستر بقى. حطيت دورة الغسيل بتاعتي، وتعالوا بقى ايه ندخل على المطبخ ده. بصوا بقى المنظر عامل ازاي. ده المطبخ ده اصلا كان متنضف تنظيف عميق زي ما قلت لكم، ولكن هو محتاج ان هو ايه يتروق كده بس من على الوش، ولكن كل حاجة نظيفة عندي زي الفل. هنا يا بنات كنت مطلعة لحمة مفرومة ورز بسمتي عشان نعمل الغدا مع بعض. هنا كان من امبارح الولاد بقى اتعشوا وانا كنت نايمة. صينية مطرح بطاطس و... و... ومطرح رز وكده. وهنا بقى المواعين وكلام من ده، هبتدي ألملم كل الكلام ده معاكم. وزي ما قلت لكم اني انا مطبخي زي الفل من جوه ومن بره، وكل حاجه متلمعه وزي الفل، ولكن الحاجات اللي على الوش بس دي احنا هنظبطها. هنا البخور كانت الريحه خلاص قربت تروح، فقلت لا الفحمه لسه شغاله، فقلت احط عليها ايه حته بخوره كده تديني طاقه كده ايجابيه. انتوا عارفين ان انا بحب قوي ريحه البخور. عندي العلب دي كانت مغسوله كده، هشيلها في مكانها، وهبتدي اظبط كده ايه كل الكركبه والحاجات اللي على الرخامه. حطيت الايه المفروم، حطيته في الميكروويف، هسيحه بقى، هفكه يعني علشان نعمل الغدا مع بعض. بس تعالوا الاول بقى نلم المطبخ. انتوا عارفين ان انا ما بحبش اقف في مكان كده ايه مش نظيف. المهم هلمع الرخام بملمع الازاز. هو مش محتاج ان هو يتعقم ولا اي حاجة، هو محتاج ان هو ايه تلميعة كده ايه على السريع. بس يا بنات لمعت الرخام، وبعد كده اه هنا العياشة بتاعت العيش برضو هلمعها، هي اصلا لسه مغسولة برضو من بره ومن جوه زي الفل، ولكن ايه هلمعها كده تلميعة على السريع. عايزه اقول لكم ان العياشه دي بقالها سنين معايا بجد، حلوه جدا، وبحط فيها العيش بالكيس بتاعه مش بيبوظ ولا اي حاجه، وبتحافظ عليه. جيت هنا بقى يا بنات على الحوض، هبتدي اشيل المواعين اللي هي النظيفه دي، وبعد كده هنغسل المواعين مع بعض. اتمنى ان الفيديو ده يا بنات يديكوا طاقه ايجابيه كده، اللي انت تتنشطي، مش عشان الجو سقع بقى وفي ضغط مدارس وانتي بتقعدي تذاكري مع الولاد وكلام من ده، اللي انتي تهملي بيتك او تكسلي اللي انتي تقومي تنظفي خلاص. وزي ما قلت لك كده ما تضغطيش على نفسك اللي انتي تشيلي وتحطي وتنفضي، لا انتي لو مش قادره تعملي الكلام ده وبيتك فعلا محتاج ان هو يتشال وكده ويعني ان انتي تشيلي وتنظفي تنظيف عميق، وانتي اصلا مش قادره، لا ما تضغطيش على نفسك. وحاولي كده تجيبي اي صديقه ليكي تستعيني بيها وتساعدك، تساعدك في تنظيف اللي هو التنظيف العميق خلاص. ولو انتي بيتك مش مستحق يعني، او مش مستاهل انتي تنظفي تنظيف عميق، زي ما بقولك كده برضو ما تضغطيش على نفسك، وعلى قد ما تقدري تنظفي. انتي مجرد ما هتلمعي الخشب وهتلمعي المرايات، هتشفطي الارض، هتغيري فرش سرير، كل دي حاجات بسيطة، ولكن هتديكي نتيجة كويسة جدا، وهتحسي ان انت قاعدة في مكان نضيف. غسلت المواعين يا بنات، وغسلت الصواني بقى اللي كانت على البوتاجاز والكلام ده كله، وهبتدي اغسل الحوض كده على السريع والرخام، وكل حاجة عندي هتبقى زي الفل. حطي بقى لايك للفيديو، واكتبي لي كومنت كده قمر يدعمني ويشجعني، بجد كنت وحشني كتير كتير، وحشني قوي اللي انا اصور معاكم واسجل معاكم وكده يعني. وان شاء الله ان شاء الله كده مش هتاخر عليكم تاني. المهم بقى يا بنات هغسل كده الرخام والحوض، وهبتدي انشف الميه دي كلها. مهم جدا اللي انت بعد ما تغسلي الحوض وكده اللي انت تنشفي زي ما انتم يعني زي ما انتم متعودين مني اني انا لازم انشف الحوض، ده بيحافظ على رونقه وعلى لمعانه. تعالوا بقى البوتاجاز هنا كان برضو متبهدل من على الوش، ولكن برضو في التنظيف العميق العيون دي اتغسلت كويس قوي، وكانت منقوعه في ميه وخل وكربونات وليمون وميه سخنه ومسحوق، واتغسلت وبقت زي الفل. بس ولكن من الاستخدام كده
يعني مطرح ما كانوا عاملين الاكل وكلام من ده، كان محتاج ان هو كده يتغسل على السريع. وزي ما احنا متفقين برضو مع بعض ان انت على طول طالما ايدك في البوتاجاز اول باول بعد كل وصفة اكل، او بعد بعد الفطار اغسليه، بعد الغداء اغسليه، ما تسيبوش لاخر اليوم تقولي لا لما اعمل الغداء هبقى اغسله، لا هيتبهدل منك اكتر. قبل ما تعملي الغداء بوتاجازك ده لازم يبقى زي الفل، بحيث ان انت تبقي واقفه كده وانت ايه مرتاحه نفسيا. غسلته يا بنات بالميه والصابون، وبعد كده ايه لمعته بملمع الازاز بفوطه ناشفه، بقى عندي زي الفل زي ما انتوا شايفين. والحوامل يا بنات غسلتها برضو بالصابون ورجعتها مكانها. عندي الارض برضو كانت محتاجه ان هي تتكنس كده بالمقشه، يعني ما شلتش بقى، يعني مش محتاجه ان هي تتمسح ولا اي حاجه. فكان في شويه تراب كده كنستها، وهفرش الفرشه بتاعه الارض. وكده عندي المطبخ كده ايه خلاص، بس عايزه اشيل الكيس اللي في الباسكت ده، وهحط كيس نضيف. الباسكت عندي برضو نضيف مش محتاج ان هو يتغسل، فلو انتي الباسكت بتاعك محتاج ان هو يتغسل اغسليه. هنا المطبخ بقى، بصوا بقى، يعني بصوا الاول كان شكله ايه. ما خدش مني وقت خالص، زي ما قلت لكم ان هو اصلا متنضف تنظيف عميق، ولكن حاجات كده كانت مش موجوده في مكانها، كان ايه شويه فوضى كده من على الوش. وعندي البوتاجاز بقى زي الفل اهو، وغسلت المواعين والحوض وكله تمام. بصوا مش هرتاح غير لما ايه المطبخ حواليا يبقى نظيف، وبعد كده اقف استعين بالله كده وابتدي اعمل الغدا. دي يا بنات نص كيلو لحمه مفروم، فكيتها بقى في الميكرويف عشان كنت مستعجله. بصلايه مفرومه بالميه بتاعتها، حطيت معلقتين كبار دقيق ومعلقه كبيره نشا. خلاص. طبعا ايه اكيد عرفتوا هنعمل ايه، هعمل كفته. وحطيت نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، تقدري تحطي بابريكا بس انا ما كانش عندي. حطيت 7 بهارات نص معلقه، وحطيت نص معلقه قرفه. القرفه دي انا بحبها جدا على اللحمه المفرومه، ايا كان كفته او عصاج، بتضيع ريحه الزفاره شويه. وبشر جوز الطيب، وده ايه اختياري. هبتدي اعجن كل الكلام ده كده مع بعض. اعجني بقى كويس قوي كده لمده 5 دقايق، افضلي اعجني 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 لغايه ما كله يختلط كده ايه مع بعض. وهسيبها في التلاجة نص ساعه، وبعد كده هبتدي اصبعها. حطيتها في التلاجة يا بنات، وبعد كده طلعتها اهو بعد نص ساعة. جبت الصينية بتاعتي، حطيت ورق زبدة. ليه بحط ورق زبدة؟ بحط ورق زبدة علشان الصينية بتاعتي ما تتبهدلش. الكفتة طبعا هتنزل دهون وكلام من ده، وتقعدي بقى تدعكي في الصينية وكلام من ده، لا انتي اعملي كده على ورق الزبدة. و وبعد كده هترميها، الدهون وكله هينزل عليها. الصينيه عندك هتبقى نظيفه، هتغسليها بسهوله جدا. المهم بقى يا بنات، هصبع الكفته بتاعتي. عايزه اقول لكم متماسكه وحلوه جدا، مش ملزقه ولا اي حاجه. لو لقيتيها ملزقه معاكي تقدري تحطي ايديكي كده في الزيت وانتي بتصبعيها. صبعت الكفتة. جبت معلقتين صلصة بيور، حطيت ملح، حطيت معلقتين زيت، حطيت رشة فلفل اسود، وهبتدي اخلط كل ده مع بعض، صلصة وزيت وملح وفلفل، بس حطي ملح بسيط خالص. هبتدي اخلط كل الكلام ده كده مع بعض، وهدهن الكفتة بتاعتي كده ايه من بره، هتديكي لون وطعم بجد تحفة. جربيها ومش هتندمي. على فكرة المفروض اللي انا كمان كنت حطيت بيكنج باودر، ولكن ما كانش عندي، فانتي حطي كده حوالي نص معلقة بيكنج باودر وانتي بتعجنيها. عندي فرن سخن على درجة حرارة 200 على الشبكة اللي في النص، تلت ساعة اكتر من كده، يعني ممكن ربع ساعة كمان. المهم كنت بسخن مية في الكتل عشان اعمل الرز. لقيت ولادي الاتنين صحيوا عايزين اعملنا شاي بلبن. اخدت المية بتاعة الرز، اخدت شوية منها كده اللي هي مية الكتل يعني، وعملت لهم كوبايتين شاي بلبن. وكنت عامله لهم بالليل شاتو، ولكن ما صورتهوش بصراحة. كنت عامله لهم رز بلبن وشاتو وكده، كنت مظبطاهم بصراحة، ولكن ولا صورت ده ولا صورت ده. المهم ايه ده اللي فضل كده من الشاتو، كان حلو جدا. ان شاء الله ابقى اعمله معاكم قريب. سهل خالص وبسيط وطعمه حلو قوي. استنوا بصوا، انا كنت ضاربه منه الصبح على الفطار، ولكن بصوا شكلها اغراني.
بس يا بنات المهم بقى ايه، تعالوا هدخلهم كده الشاي والشاتو علشان يفطروا، وهرجع نعمل مع بعض بقية الغدا. طبعا الكفتة كده في الفرن، هنعمل الرز. هحط حوالي 3 4 معالق زيت يا بنات. عندي بقى الحاجات القمر دي، عندي ليمون لومي، الفلفل ده من عند العطار المجفف، عندي عود قرفة، ورق لورا، اسمه ايه اللي هو المسمار ده، قرنفل. عندي حوالي كده ايه 5 6 وحدات قرنفل. وعندي حبهان 3 وحدات كده حطيتهم في الخلة، عشان لما بحطهم كده من غير خلة بيتوهوا مع الرز. وطبعا بيضايق جدا لما حد بياكل كده ويلاقي في بقه الحبهان ده. فقلت لا، خليني ايه، الفكرة دي حلوة قوي يا بنات اعملوها، اللي انتي تغرزي كده الحبهان في ورق، في اللي هو الخلة، وانتي بتعملي الشوربه، وانتي بتعملي بتستخدميه في اي حاجه عشان ما يبقاش غلس في الاكل. المهم انا حطيت الزيت ونزلت بالحاجات بتاعتي، اللومي والفلفل والقرنفل والحبهان، وابتديت اقلب. وحطيت معلقتين كبار كركم، معلقتين كبار كركم، وشموا الريحه بقى. غسلت الرز البسمتي ده كان حوالي نص كيلو، لا هو نص كيلو. غسلته وصفيته ونزلت قعدت اقلبه كده كويس قوي على البهارات. وحطيت الملح بتاعي حوالي معلقه صغيره كده ممسوحه، وقعدت اقلب لغايه ما تحسي ان الرز سخن معاكي. عايزه اقول لكم الطريقه دي بجد حلوه جدا جدا جدا. ونزلت عليها بالميه المغليه من الكتل، وزي ما احنا عارفين ومتعودين كوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايتين ميه مغليه. عندي يا بنات الكفته خلاص اهي، قعدت حوالي ربع ساعه، وتقدري تفتحي عليها الشوايه من فوق. بعد كده عملت فحمية، بسخن فحمية اهي عشان احطها في الكفتة. استنوا بس اوطي كده على الرز. وحطيت الشياطة، حطيت رشة زعفران، لو انت ما عندكيش تقدري تستغني عن الخطوة دي. حطيت كده رشة زعفران وما قلبتهاش، ما قلبتش الرز يعني. خلاص. هنا عندي الفحماية، تقدري برضو تستغني عن الخطوة دي لان بيقولوا مش صحي، ولكن ابني هو اللي طلبها مني وبيحب جدا ان هو يديكي طعم الشوي كده. لما سخنت اللي انا بحط على الرز ده يا بنات ده زبيب، حطيت حوالي ربع معلقة زبيب، ولا منقوع ولا متحمر، ني كده. وطي عليه شويه بقى كده، سيبيه شويه على البخار، ابتدي قلبي بقى الزعفران مع الزبيب مع، بصوا مديكي رزايه كده، واحده لونها اورنج وواحده اصفر، بجد فظيع. بصوا الحبه هنا اهو، تقدري بقى تشيليه كده ترميه، خلاص خلصت منه. وزي ما قلت لكم تقدري تستغني عن خطوه الفحم. بس يا بنات ده الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان هو يكون عجبكم، ويكون اداكي طاقه كده ايجابيه، اللي انت تتنشطي وتقومي تعملي اللي وراكي. وغرفت بقى الرز، بصوا لونه وطعمه بجد فظيع. وكفته تقدري تعملي بقى شويه سلطه، شويه مخلل، المتاح عندك، تحمري بطاطس، شيبسي، زي ما انت عايزه. حطي لايك للفيديو واكتبي لي كومنت قمر. و استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، مش هتأخر عليكم تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.